هاي أنا مريم. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل سواري ميك اب. ماك برايمر، ماك فاونديشن رقم NC30، ريزن ماك بلاشر، باليت الحواجب بتاعت أماندا، ايلاينر جل، هايلايتر ويت اند وايلد، كونتور باليت من ويت اند وايلد، ميبلين ماسكرا، هودا بيوتي ليبستيك اسمه بوم شيل، ماك ليبستيك اسمه ويرل، لوز باودر من ريفولوشن، فيكسر سبراي من NYX، مورفي اي شادو باليت، ماك ايلاينر جل. اول خطوه البرايمر، هاخد حبه صغيره، هبدا في التي زون وهعمل سيركلز من بره لجوه، وهستنى دقيقه بالظبط البرايمر ينشف. بعدين هاخد حبه فاونديشن بالبيوتي بلندر، هبدا اطبطب، هطلع على العين، باخد تاني واحط الناحيه التانيه، بعد كده هحط الكونسيلر. زي ما اتفقنا الكونسيلر بيتعمل بطريقه التراينجل المقلوب، هزود، هملى الحته دي انا عند تحت عيني اسود شويه. قبل ما احط الاي شادو لازم استخدم اللوز باودر، حبه منها بحطها تحت عيني عشان يثبت الاي شادو، واي اي شادو هيقع مني اعرف امسحه بكل سهوله. لو ما حطيتهاش الاي شادو هيلزق ومش هعرف اشيله. بحط بالظبط على الكونسيلر وفوق العين برضو عشان يثبت الاي شادو. واحط حبه من غير ما اعمل لهم، من غير ما اوزعهم. هبدا بالاي شادو، هاخد الدرجه دي من مورفي باليت بالظبط، هحطها في النص عند العظمه، واوزعها بالبلندنج برش. اخد تاني الناحيه التانيه، اعمل بلندنج كده. بعدين هاخد درجه غامقه البني، هعمله بالظبط تحتيه، من بره لجوه. هاخد تاني الدرجه دي، هبدا من بره وادخل لجوه. هاخد الدرجه الاغمق شويه دي، هتبقى في الكورنر اللي بره خالص، برجع بلند تاني. اهم حاجه البلندنج عشان ما يبانش الدرجات، لازم يبقى باين انه درجات
داخلة في بعض، ما يبانش انه في كذا لون، باين ان في تدريجة. زود هنا شوية وارجع بلند تاني. بعد كده من غير براش خالص هاخد الدرجة دي احطها في نص العين بالظبط هنا، وادخل لجوه وانا شادة الجفن عشان اعرف ادخل لجوه من غير ما يطلع مني اي شادو كتير بره. ناخد تاني من نفس الدرجة، هبدأ بنص العين واخش لجوه، بعدين هاخد درجة فاتحة دي احطها بالظبط تحت الحواجب، هحط الناحية التانية بالظبط تحت الحواجب، ونرجع نبلند تاني عشان اوزع الدرجات بالظبط. من تحت العين هاخد الدرجة دي وهبدأ اوزع الاي شادو تحت العين. بعدين هاخد ماك ايلاينر جل، هستخدمه كايلاينر وككحل. هبدأ بالكحل، هعمل نفس الحكاية الناحية التانية، هبدأ من جوه واخش، هبدأ من بره واخش لجوه. بعدين هعمل ايلاينر خط رفيع جدا، همشي مع خط الرموش هعمل وينج بسيطة، هعمل نفس الحكاية الناحية التانية. بعدين هحط الماسكرا، الناحية التانية بحط الماسكرا على الرموش كمان عشان الباودر اللي نازل على الرموش لونه يروح، مش بس عشان تدي منظر للرموش. هحط برضو ماسكرا تحت. بعدين نرسم الحواجب بأماندا باليت. هبدأ من الآخر من تحت واخش واطلع على برا، الناحية التانية هعمل الفراغات دي بعد كده هسرح الحواجب بفرشة زي دي. بعدين هشيل اللوز باودر، اي شادو نازل على عيني من تحت هعرف اشيله بكل سهولة. هاخد الدرجة دي من مورفي باليت وهحطها بالظبط في طرف العين. بعدين هنحط البلاشر، ببدأ بالظبط من فوق الودان وانزل على تحت، نفس الحكاية هنا من فوق الودان وبنزل على تحت. بعدين الكونتور باليت
بنفس البروش بس اللي بستعملها للبلاشر هستعملها للكونتور. الناس اللي محتاجة تصغر سنة مناخيرها، واحط بالجنب واحط الجنب التاني وبعدين من تحت، وباخد حبة تانية وبمشي بالظبط مع خط الشعر من هنا ومن هنا، وبحط عند دقني من تحت ومن جنبين، وعند طرف الودين والناحية التانية. بعدين هنحط الهايلايتر، مش محتاجة بروش برضو في الخطوة دي، بالظبط في نص المناخير، ما تكتريش عشان ما يبانش انه كتير، محتاجين نلمع حاجة بسيطة بس. وفوق البلاشر والناحية التانية. بعدين هنحط وير كروش، دي درجة بني، وممكن نحط عليها هدى بيوتي بوم شيل، ما نزودش قوي، هيدينا درجة حلوة قوي. هتزودي، ما تكتريش قوي. اخر ستيب الفيكسر علشان نثبت الميك اب، وفاضل اخر خطوة الرموش. تابعوني الفيديو اللي جاي عشان نشوف بنركب الرموش ازاي على اللوك ده.